معاكم النهارده هويدا فرغلي من مطبخ اخر خبر، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهارده هنعمل التيراميسو. هنشوف خطوه بخطوه وايه الصوص اللي بنحطه، بس بطريقه خفيفه، يعني مش هيبقى تقيل. هو زبادي اليوناني، دايما انا بحب استخدم الزبادي اليوناني في كل الحاجات الحلوه لانه خفيف وبيدي طعم ومزازه كده. هنا عملت، ممكن تعملوا قهوه اي نسكافيه، لكن انا هنا عامله قهوه اكسبريسو عشان تبقى تقيله. ومعايا البسكوت ده اللي بيتعمل بالتيراميسو، النوع ده. بعمل كده واحده واحده وبرصها في القهوه كده. واحد. التيراميسو من الاكلات اللي ممكن الواحد يتسحر بيها. ممكن لو مش كل يوم بقى ناكل حاجات تقيله، كنافه وبسبوسه وكده. الحقيقه ما ينفعش اي نوع بسكوت تاني في التيراميسو، بالذات بيبقى احلى النوع البسكوت ده. لكن في ترند ياباني جديد برضو، اليابانيين مش مخلين في نفسنا حاجه. بتجيب الزبادي اليوناني وبحط عليه قهوه زي ما هوريكم، بس مختلف بقى. ممكن احط اي بسكوت انا بحبه، اي نوع بسكوت. هنا هنكسرها كده عشان تبقى قد بعضها، وممكن نحط واحده كمان في القهوه كده. هنعمل الصوص الكريم اللي بنحطه. انا بستخدم زبادي يوناني وبستخدم الماسكربوني. الماسكربوني ده نوع من انواع الجبن اللي بتستخدم في الحاجات الحلوه. لو مش عندي او مش متوفر ممكن احط اي نوع كريمه، يعني جبنه يكون كريمي شويه، بس طبعا معاها بيدي طعم حلو قوي. بحط معلقتين منها، وبحط قهوه، وبحط فانيليا. هنا ممكن احط عسل، ممكن احط ستيفيا، ممكن احط سكر عادي، لكن لو هاكلها انها تكون خفيفه فيستحسن لو سكر ستيفيا، بس انا بحبها كمان بالعسل. ما بحطش كتير، يعني بحط تقريبا معلقه كبيره عسل كده. وبنضرب ده بقى كده كله على بعضه. ده الصوص اللي هيتحط على التيراميسو من فوق. بالراحه بقى كده، هو لسه عايز شويه قهوه كمان. هو اساسا اللي بيديها طعم القهوه. التيراميسو كمان بيعملوه ساعات، زمان كنت بعمله كمان بعصير البرتقال، بحط منه عصير ليمون. بس هي دي الطريقه السهله والصحيه اللي هي اساسها الزبادي كده. لازم يمسك مع بعضه بس كله. وطبعا لو هندوق هنشوف عايزين عسل تاني. انا جربتها بالسكر ستيفيا حلوه قوي، لكن انا عامه ما باكلهاش بولا حاجه. بحط الزبادي وكده، ما بحطش اي نوع سكر. لكن طبعا بتبقى ما فيهاش سكر قوي، فيستحسن ان احنا ممكن نحط العسل ده. هيبص مسكت ازاي القهوه. احط تاني، انا عايزه لونها يبقى شويه في بني كده. وفي ترند كمان، يعني الترند اللي بحكي عليه ده، ان انا بجيب علبه الزبادي، بحط شويه قهوه او نسكافيه واضربه فانيليا او عسل او سكر، وبحط البسكتس فيه، اي نوع بسكوت بحبه. انا هنا ده وقع. وبحطها في التلاجة ساعتين وباكلها سحور خفيف جدا وحلوه قوي قوي قوي. هو ترند بس انا جربته حلو جدا وخفيف. لو احنا اهو هنا كده، بس لازم يمسك. انا عشان زودت القهوه اكتر من مره لغايه ما اشوف احس كده. باجي هنا وبنزل الكريمه، بغطيها كده كده.
انا هنا استخدمت كاكاو خام ما فيهوش اي نقطه سكر، لكن احنا ممكن جدا عشان الولاد برضو بيحبوا طعم السكر شويه ممكن نستخدم الكاكاو اللي هو العادي اللي فيه سكر، لكن انا هنا عاملاها يعني بحط بقى كده الدارك شوكليت، تحس انك انت عايزه تاكليها مش هتستنى لما تخش التلاجة، طعمها حلو جدا. ممكن جدا اكله على السحور او بعد الفطار. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.